فاهيتا الفراخ من الحاجات الجميلة اللي ممكن تبقى وجبة غدا، عشاء، ممكن تبقى حاجات كتير، ممكن كمان لانش بوكس للولاد. بس سيبكم انتوا، بتبقى غدوة جميلة قوي مع عيش بقى، مع مكرونة، مع رز بسمتي، مع رز بخلطة، رز بشعرية، اي حاجة بالعيش بتبقى رائعة. انا جبت صدور الفراخ وقطعتها، وانتي هي مجمدة بتتمكني منها كده، وقطعتها القطع الطولية بتتحكمي فيها وهي مجمدة. مش عايزة اقولك بتبقى حلوة ازاي. معانا هنا بقى ايه؟ معانا بصلاية هتقطعيها جوانح. واليومين دول بقى الخضار جميل قوي، وعايزه اقول لك رخيص جدا جدا جدا. فلفل الالوان والليمون والحاجات الحلوه دي والخيار، حاجات فعلا باكت ورد كده، جميله جدا. بوكيه جميل فعلا لقيته في السوق كده، ورخيص قوي زي ما انت شايفه كده. هنحتاجه للفاهيتا. هنا بقى معانا كمون ناعم، معانا هنا بابريكا مدخنه، ومعانا بص بقى ده شويه زر الورد كده، انا طحناهم على زعتر كده. يعني بص تحويجه حلوه كده لما تبقي رايقه وتعملي شويه توابل. هنا كزبره مطحونه كمان. طيب دلوقتي بقى معانا كمان ليمون، هحتاج العصير بتاعه، وطبعا الملح. جربي بقى الجديد، وده بقى من تركات هالة شقه برتقانه كده، وتروحي بقى ايه زي فص ليمون كده، عصراها مش بشرها، عصراها كده. وتتبلي بقى. عايزه تعززي اللون بمعلقه صلصه، مفيش اي مانع. وكمان شويه زيت كده، يكون زيت طبعا مش زيت قليه، زيت كده يكون ريحته كويسه، فعشان تطلع الفاهيتا معاكي حلوه. يلا نعمل التتبيله سوا، يلا بينا. دلوقتي بقى انا فضيت التوابل على البابريكا، على بصوا البرتقانه عصرتها زي فص الليمون كده، مش عايزه تقولك تبقى جميله ازاي، وعصرت الليمون والملح، وحطيت التوابل. هقلب بقى، اقلب تقليبه حلوه كده مع بعضيها كده اهو. تمام. وكمان حطيت الزيت يا جماعه. دلوقتي بقى بعد ما عرفت وتاكدت ان الحاجات كلها تجانست مع بعضها، هجيب بقى صدور الفراخ اللي انا مقطعاها قطع طوليه دي، هنزل بيها كده. وكمان انا عارفه ان هي متصفيه جدا، ما فيهاش اي ميه. هقلب الكلام ده كله مع بعضه. هسيب بقى الكلام ده مش اقل من ساعه كامله عشان يشرب كل الصوص ويبقى متجانس كده مع بعض، والخليط كل الطعم بقى والتوابل والحاجات الحلوه دي مع بعضنا. ونروح بقى عشان نقطع البصل، ونحضر الفلفل الالوان الجميل، البوكيه الحلو قوي، مش عايزه اقول لك مبهج ازاي. هنسيبها على جنب ساعه، ونقطع بقى بقيه الخضار. خليكم معايا عشان تشوفوا الفاهيتا بتاعتنا. دلوقتي بقى